قناة معرفة الصواب تقدم كل الصحابة مقدسون. إعداد وتقديم عباس جميل السلطاني. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما ورد في سورة التوبة الآية 100. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب، معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم: هل تؤمن بتقديس الصحابة وعدالتهم وأنهم كالنجوم بأيهم نقتدي نهتدي، كما نسب حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، في الآية من تفيد البضعية، أي السابقون الأولون ليس جميعهم، والذين اتبعوهم بإحسان وليس جميع التابعين. قال عبد الرحمن بن عوف: والسابقون الأولون قالوا هم 6 من قريش، أولهم إسلاما علي بن أبي طالب. المصدر المستدرك صفحة 255، وفي نفس المصدر الصفحة 243. عن الضحاك: السابقون الأولون قال علي بن أبي طالب وحمزة وعمار وأبو ذر وسلمان والمقداد. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: علي بن أبي طالب هو سابق في العلم وسابق في الشجاعة وهو سابق في الكرم. المصدر البداية والنهاية الجزء 3 صفحة 39، وتاريخ الطبري الجزء 2 صفحة 39. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الآية لا تنطبق على جميع المبايعين، بل على المؤمنين منهم فقط، لأن من بين المبايعين عبد الله بن أبي سلول، وبين المبايعين أبو الغادية، وكان بين المبايعين المغيرة بن شعبة المشهور بالزنا بأم جميل. المصادر: امتاع الأسماع للمقريزي، والمغازي للواقدي. وفي المبايعين تحت الشجرة من ارتد عن الإسلام ومات مشركا كعبيد الله بن جحش، كما ورد في صحيح مسلم كتاب الإيمان وأبواب المناقب للترمذي والنسائي. ولقد رضي الله عن المؤمنين بشرط أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا من الزحف، كما ورد في صحيح مسلم كتاب الإمارة الصفحة 858. عن معقل بن يسار قال: بايعناه على ألا نفر، أي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يفروا، ولكنهم فروا في أحد وحنين، فسقط شرط رضي الله عنهم. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن الجدير بالذكر إن بعض الصحابة اقتتلوا فيما بينهم، مما يدلل على بطلان الحديث المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم، وبطلان عدالة الصحابة لأنهم قتلوا بعضهم بعضا، والتاريخ يشهد على ذلك. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا تحيات محدثكم عباس جميل السلطاني.